السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بريبتو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتورة مها منصور، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض الثيرد مانثلي اكسرسايز، الاختبار الشهري التالي. طيب نمبر 1 correct the underlined statement، هنصحح الكلمة الخطأ. نمبر 1 deficiency of growth hormone secretion cause an increase in blood glucose level. طيب deficiency يعني نقص هرمون ايه؟ طبعا الانسولين هرمون الانسولين هيعمل دايابيتس، يعني هيحصل انكريز في البلاد جلوكوز ليفل، هيرتفع مستوى السكر في الدم، يبقى الديفيشنسي اوف الانسولين هرمون. نمبر 2 سيليلوز is considered a monosaccharide. هل السيليلوز يعتبر مونوساكرايد؟ لا طبعا الجلوكوز يعتبر مونوساكرايد. نمبر 3 بروتينز are composed of basic unit called fatty acid. هل البروتينات وحدة بنائها هو الفاتي اسيد الأحماض الدهنية؟ لا طبعا الأمينو اسيد الأحماض الأمينية. نمبر 4 بروتين are detected using iodine solution. طيب مين السوليوشن، الحاجة اللي بنستخدمها عشان نعمل ديتكشن للبروتين؟ طبعا احنا بنكشف عن البروتين باستخدام البيوريت سوليوشن. نمبر 5 Number 5 chromoblast are usually found in plant leaves. كرومو يعني color بلاستيد، اللي هي البلاستيدات الملونة، دايما موجودة فين؟ في الفلاورز ليفز، أوراق الأزهار الفلاورز. Number 6 carbon dioxide is considered the main factor in Van Helmont experiment for growth of willow tree. أولا في تجربة فان هيلمونت كان العامل الأساسي هي الووتر، يبقى دي طبعا الاجابات بتاعتنا. تمام، انسولين، جلوكوز، امينو اسيد، بيوريت، فلاور اند ووتر. طيب نمبر 7 هيدروجين جاز از بروديوسد از ا باي برودكت اوف الفوتوسينثيز. مين الغاز اللي بينطلق من الفوتوسينثيز كباي برودكت؟ طبعا الاكسجين، يبقى نمبر 7 الاكسجين. طيب نمبر 8 the cell that contains the largest amount of mitochondria is usually. مين اكتر الخلايا فيها ميتوكوندريا؟ طبعا المصل سيل، وكمان على فكره الليفر، بس اكتر حاجه طبعا المصل سيل لانها بتتحرك كتير. نمبر 9 photosynthesis reaction occur on the inner membrane of الميتوكوندريا. هل الفوتوسينثيز، التفاعلات الفوتوسينثيز هي اللي بتحصل في الانر ممبرين للميتوكوندريا؟ لا طبعا السيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي. نمبر 10 gas exchange is the process that include both anabolism and catabolism. مين الحاجة اللي بتتضمن انابوليزم، عملية بناء، وعملية كاتابوليزم؟ طبعا الميتابوليزم، عمليات الأيض. نمبر 11 كريبس سايكل رياكشن occur in the presence of. طبعا دورة كريبس بتحصل في وجود الأكسجين وليس الهيدروجين. نمبر 12 one of the product of the second stage of cellular respiration is pyruvic acid. أحد منتجات السكند ستيج، المرحلة الثانية من التنفس الخلوي، هو البيروفيك اسيد. لا طبعا الجلوكوز، ممكن نقول جلوكوز وممكن نقول فيه كربون داي اوكسيد، بس طبعا هو الجلوكوز. طيب نمبر 13 ساينتست ميندليف explained the continental drift hypothesis. مين العالم اللي حط نظريه الكونتيننتال دريفت، الانجراف القاري؟ طيب العالم الفريد ويجنر. نمبر 14 The Great African Rift Valley was formed as a result of the transform movement of continental plate. طيب اللي هو الأخدود العربي العظيم ده نتج نتيجة ايه يا ولاد؟ اللي هي الحركات، اللي هي الايه؟ الدايفرجنس، اللي هي الحركات التباعدية، اللي هي الدايفرجنس موفمنت، الحركات التباعدية. نمبر 15 The Red Sea formation is example of convergent plate movement. اديني مثال على الحركات الكونفرجنت اللي هي التقاربيه. تمام، عندك مثلا اللي هي الجابانيز ايسلاند، او مثلا ممكن نقول اللي هي الهيمالايا ماونتين، اي حاجه. يبقى دي طبعا الاجابات بتاعتنا. اكسجين، ماسل سيل، سيلولار ريسبيريشن، ميتابوليزم، الاكسجين، جلوكوز، الفريد ويجنر، دايفرجنت موفمنت، واخر حاجه الجابانيز ايسلاند. ده اللي هو السؤال نمبر 15. طيب نمبر 16 السؤال رقم 16 rock masses that penetrate the atmosphere and fall to the earth are called lava. هل الصخور اللي بتسقط من الفضاء وتخترق الغلاف الجوي بنقول عليها اللافا؟ لا طبعا بنقول عليها الميتيورايت اللي هي النيازك. يبقى نمبر 16 بدل كلمه لافا هتبقى ميتيورايت. طيب بعد كده نمبر 17 هيماتايت is composed of صوديوم كلورايد. الهيماتايت اللي هو خام الحديد، ده عباره عن ايه؟ ريد ايرون اوكسايد، اكسيد الحديد الاحمر. يبقى الهيماتايت عباره عن ريد ايرون اوكسايد. Number 18 the process of transporting rock fragments away from their original place is called. طيب عملية نقل الصخور، تمام، away from their original place، بعيد عن مكانهم الأصلي، بنقول عليها يا ولاد عملية الايه؟ الترانسبورتيشن، او بنقول عليها المفروض نقول اروجن كمان، عملية التعرية. تمام، يبقى الاروجن. طيب نمبر 19 the mineral used by ancient Egyptian in making eye كحل. طيب مين المعدن اللي كانوا بيستخدموه في صناعة الكحل؟ اللي هو الجلينة. Number 20 soil is classified into transported soil and sedentary soil according to its fertility level. هو انت قسمت الصخور ليه؟ على اساس
ترانسبورتد وسيدنتري، حسب يا ولاد اللي هي النشأة بتاعتهم الاورجن. تمام كده. يبقى الاجابات بتاعتنا ميتيورايت، ريد ايرون اوكسايد، ايروجن، جالينا، اورجن اوف كومبوزيشن، معلش بدل اورجن اورجن ORIGIN، اورجن مصدر او منشأ التكوين، اورجن تمام، اللي هي نمبر 20. خلينا نكمل. طيب خلينا بعد كده نشوف الساينتفك تيرم، المصطلح العلمي. نمبر 1 اورجانيك كومباوند كومبوزد اوف كربون هيدروجين اكسجين and considered as a source of energy. مركبات عضويه فيها كربون وهيدروجين واكسجين وتعتبر مصدر الطاقه هي الكربوهيدرات. نمبر 2 a type of sugar consists of two monosaccharide unit with one more molecule removed. من السكر اللي بيتكون من وحدتين مونوساكرايد يبقى الدايساكرايد، السكر الثنائي زي السكروز طبعا والمالتوز. نمبر 3 the simplest form of carbohydrate that can't be hydrolyzed into simpler form. من أبسط صورة للكربوهيدرات الجلوكوز أو المونوساكرايد. نمبر 4 organic substance having the same composition as carbohydrates and provide the body with large amount of energy. مين المركبات اللي لها نفس تركيب الكربوهيدرات، يعني كربون وهيدروجين واكسجين بس بتديني انرجي اكتر؟ الفاتس، الدهون. نمبر 5 organic chemical compound whose main source are butter, egg, milk, meat and nuts and vegetable oils. طالما شفت بطر زبدة وزيت يبقى فاتس على طول. طيب نمبر 6 chemical compound composed of basic unit soluble in water called amino acid. مين المركبات اللي وحدة بناء هي الامينو اسيد، الاحماض الامينيه؟ طبعا البروتين. طيب بعد كده بيقول لي نمبر 7 cell organelle found in the green parts of plant and green algae. مين الاورجانيل اللي موجوده في الجرين بارتس، الاجزاء الخضراء؟ كلوروبلاست او الجرين بلاستيد. نمبر 8 a process in which plant use sunlight to produce their own food. طبعا الفوتوسينثيز. نمبر 9 vessels that allow water and mineral salt to move from roots to the rest of the plant. مين الوعاء اللي بينقل الووتر والنيوترونت من تحت لفوق؟ زايلم. نمبر 10 one part of the chloroplast that's composed of structural unit called disc. طيب مين الجزء اللي موجود في الجرين بلاستيد او الكلوروبلاست اللي فيه ديسكات؟ طبعا الجرانوم. 11 chemical reactions that don't depend on light and occur in stroma. مين التفاعلات اللي ما بتعتمدش على الضوء وبتحصل في الستروما؟ light independent reaction، تفاعلات لا ضوئيه. Number 12 vital process in which oxygen and carbon dioxide are exchanged with the surround. gas exchange، تبادل الغازات. Number 13 a solution that loses its color in the absence of oxygen from the surround media. مين المحلول اللي بيفقد لونه في حالة غياب الأكسجين؟ الميثيلين بلو، أزرق الميثيلين. Number 14 the membrane where reaction occur producing the large amount of ATP molecule. الغشاء اللي موجود وبينتج فيه اكبر كميه من الاي تي بي، الانر ممبرين اوف سايلاكويد، الغشاء الداخلي للسايلاكويد. نمبر 15 natural opening in the plant leaves through which they obtain atmospheric oxygen need for respiration. فتحات موجوده على البلانت ليفز يبقى ستوميتا. نمبر 16 a newly developed technology that stimulates suitable condition for agriculture to perform photosynthesis in multi-story building. vertical farming، الزراعه العموديه. نمبر 17 process that consume ATP energy in building large molecule for many simple. العملية اللي ببني فيها يبقى انابوليزم، فبستهلك الكونسيوم الانرجي ال ATP. نمبر 18 process that release ال ATP in breaking down of a large molecule previously built into simple molecule. من العملية اللي بنكسر فيها اللارج molecule عشان تديني ATP كاتابوليزم، الهدم. Number 19 a device that provide accurate data about metabolic rate at rest, helping in effective planning of diet and exercise to manage body weight and more successfully and sustainably. طيب اللي هو الميتابوليك انالايزر، جهاز الايض. نمبر 20 natural rapid successive vibrations that occur in the earth crust، ده earthquake، الزلزال. نمبر 21 the layer formed from fusion of the earth crust and the solid part of the upper mantle. مين الطبقه اللي بتنتج او الغلاف اللي بينتج نتيجه اندماج الابر منتل مع الكراست؟ الليزوسفير اللي هو الغلاف الصخري. نمبر 22 naturally occurring in organic solid substance with crystalline structure and definite chemical composition، طبعا المينرالز. نمبر 23 soil formed as a result of slow weathering of rock in the same place، طبعا السيدنتري soil اللي هي التربه المحليه او التربه المتبقيه. طيب بعد كده بقول لي give reason for the following. Number 1 glucose is one of the most simplest form of carbohydrate because it can't decompose or analyze into simple form، لانه ما ينفعش يتحلل يا ولاد، تمام كده، لابسط ما هو ابسط منه يعني، يبقى because it can't decompose to simple form. Number 2 starch is considered as polysaccharide. ليه بقول على الستارش بوليساكرايد؟ لانه بيتكون from more than 10 monosaccharide molecule، لانه بيتكون من اكتر من 10 وحدات من المونوساكرايد.
يبقى because it consists of more than 10 molecule of monosaccharide. Number 3 the sweet taste of some fruits such as grapes and apple. ليه الطعم الحلو لبعض الفواكه زي الجريبس والابل؟ because it contain فركتوز، لانه بيحتوي على فركتوز اللي هو سكر الفركتوز. يبقى because they contain fructose sugar. Number 4 the body can fast for several hours without food. ليه الجسم ممكن يصوم لفترة طويلة من غير الصيام؟ due to the glycogen is stored in muscle and liver. نتيجة وجود الجلايكوجين اللي هو الكربوهيدرات يعني المخزنة في الكبد والعضلات. يبقى بسبب وجود الكربوهيدرات المخزنة في المسل اند ليفر، تمام، اللي هي الجلايكوجين يعني. طيب نمبر 5 white light is considered as compound light. ليه الضوء الابيض بقول عليه compound ضوء مركب؟ because it formed from 7 light، بيتكون من 7 الوان اللي هم الوان الطيف. because it composed of 7 light، يبقى because it composed of 7 light. طيب نمبر 6 transparent green chlorophyll solution absorb red and blue color. طيب ليه transparent green chlorophyll اللي هي الكلوروفيل الاخضر بيمتص الريد اند بلو color، تمام كده؟ يبقى because transparent matter pass its color and absorb other، لان اي ماده شفافه بتعدي لونها وتمتص الالوان الاخرى. طيب نمبر 7 جلوكوز is stored in plant part in the form of starch granule. ليه بنخزن الجلوكوز in the form of starch في صورة نشا؟ عشان يمنعوا يا ولاد من عملية اللي هي الديسولفنج، نمنع ان هو يدوب في الووتر to prevent it dissolve in water عشان نمنع ان هو يدوب في المية. Number 8 stomata the stroma is considered a suitable site for completing light independent reaction. ليه الستروما مناسبة للتفاعلات اللادوئية due to presence of الانزيم، بسبب وجود الانزيم. يبقى due to presence of الانزيم which act as catalyst، بتعمل كعوامل حفازة. طيب بعد كده بقول لي number 9 vertical farming is considered a solution to the problem of limited agriculture land. ليه الزراعة العمودية بتحل مشاكل اللي هي الأراضي الزراعية الغير صالحة للزراعة؟ طيب أولا الفيرتيكال فارمنج الزراعة العمودية بتستخدم الارتفيشال لايت اللي هو الضوء الصناعي والهيدروبونيك. الهيدروبونيك يعني الووتر اللي بيحتوي على النيوترونت الأساسية، يعني ما بيعتمدش على الضوء الطبيعي. يبقى because it depends on artificial light and hydroponic. Number 10 the inner mitochondrial membrane contain folds that increase its surface area. طيب اولا الغشاء الداخلي بيبقى متني عشان يزود السيرفس اريا فيحصل producing a large amount of energy. يبقى to produce large amount of energy. طيب number 11 the number of mitochondria increase inside liver and muscle cell. ليه يا ولاد اعداد الميتوكوندريا بتزيد في المصل والليفر سيل؟ اولا الليفر والمصل فيهم ميتوكوندريا لان يا ولاد they need more energy to perform its activity، بيحتاجوا طاقه كتير عشان يؤدي الاكتيفيتي بتاعتهم. طيب نمبر 12 cellular respiration stage don't occur effectively in the absence of الاكسجين. ليه يا ولاد السيلولار ريسبيريشن ما بيحصلش بكفاءه في حاله غياب الاكسجين؟ because they produce a small amount of ATP، لان في غياب الاكسجين بينتج كميه صغيره جدا من ATP. يبقى because it produce a small amount of ATP. طيب number 13 the stoppage of Krebs cycle reaction lead to stoppage of electron transport chain. ليه يا ولاد توقف دور كريبس؟ تمام كده بيحصل من خلالها توقف للالكترون تشين. هنقول because the Krebs cycle precede الالكترون ترانسبورت تشين is the cellular respiration، لان كريبس سايكل بتسبق الالكترون ترانسبورت تشين، تمام كده في السيلولار ريسبيريشن. يبقى because Krebs cycle precede electron transport chain in cellular respiration، تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي number 14 cellular respiration is considered a breakdown process. ليه عملية السيلولار ريسبيريشن بتعتبر بريك داون بروسيس؟ لان يا ولاد بيحصل ريليزنج للانرجي اللي هي الاي تي بي because it result in releasing of الانرجي اللي هي in the form of الاي. يبقى because it result in releasing energy in the form of ATP، لأنه بينتج عنه طاقة في صورة ATP. Number 15 photosynthesis is considered a building up process. ليه الفوتوسينثيز بقول عليها building up؟ لأن يا ولاد بحول اللي هي السمول molecule into large molecule because small molecule converted into large molecule، تمام، لأن الجزيئات الصغيرة بتتحول لجزيئات كبيرة. طيب بعد كده the formation of الإي كامل crater in the western desert. ليه جبل الكامل أو حفرة جبل الكامل اتكونت في الصحراء الغربية؟ due to presence of الميتيورايت، نتيجة سقوط النيازك due to failing of meteorite. يبقى due to failing of meteorite. Number 17 oceanic plate subduct slide under the continental at conversions. الحركات التقاربية ليه بتنزلق الصفائح المحيطية على الصفائح القارية؟
because tectonic plate move toward each other. because tectonic plate move toward each other. لأن الصفائح بتتقارب على بعض. يبقى because tectonic plate moving toward each other. طيب بعد كده number 18 volcano are considered among the phenomena that affect the earth's surface. ليه الفولكانو بتأثر في سطح الأرض؟ لأن أول حاجة بيحصل earth slides أو earth slip انزلاقات أرضية. earth cracks ممكن يحصل تشققات أرضية. ممكن يحصل اللي هي تسونامي. وممكن يحصل disappearance and appearance on some island يعني اختفاء وظهور بعض الايسلاند. ممكن يحصل earth cracks شروخ في الارض او شقوق. ممكن يحصل earth slipper يعني انزلاقات ارضيه. يبقى because it may result in earth crack and earth slipper and tsunami.